يا ترى صناع المحتوى والانفلونسرز بيعملوا فلوس ازاي من البيرسونال براند بتاعهم؟ الماتريكس دي جمعت فيها كل مصادر الدخل اللي صناع المحتوى بيستخدموها وبطريقه تخليك تختار اللي يناسبك. اول كاتيجوري انكم ستريم بيتطلب منك ريسورسز قليله والسكالابيلتي بتاعته قليله. الريسورسز هي الوقت والمجهود والفلوس، والسكالابيلتي او قابليه التوسع هو قد ايه ممكن تبيع نفس الحاجه من غير مجهود زياده كل مره، يعني المجهود الاضافي لكل عمليه بيع جديده. فاول كاتيجوري دي عندك البراند ديلز، زي لما بيعملوا اعلانات لمنتجات معينه، الكونسلتيشنز او الاستشارات زي استشارات الارشاد الاسري اللي بيقدمها جاسم المطوع او وليد شرف، وزي استشارات البراندز اللي بيقدمها مؤمن ديكسلر. عندك كمان الكوتشنج زي الجيم ترينرز طبعا، ومش لازم يكون الكوتشنج في الجيم بس، ممكن يكون في الكارير زي الكارير كوتشنج اللي بيقدمه محمد شبكه. تاني كاتيجوري ريسورسز قليله والسكيلابيلتي عاليه، زي الافيليت، وهو انك هتعمل ريفيو المنتجات وهتاخد كوميشن لما حد يشتري من خلالك. اليوتيوب ممبرشيب، وده انك هتقدم محتوى حصري من خلال اشتراك رمزي في الشهر، زي اللي عامله ناصر العقيل صاحب قناه دوبامي كافين. عندك كمان النيوزليتر المدفوعه، وهنا بتقدم مقالات بتتبعت على الميل زي النيوزليتر المدفوعه بتاعت محمد شبكه. عندك كمان الميني ديجيتال برودكتس زي الكتب المصغره اللي انا بقدمها، بس انا بقدمها بشكل مجاني، زي النوشن تمبلتس، الاكسل شيتس، اللوتس اللي بيقدموها المصورين، وهكذا. ثالث كاتيجوري ريسورسز عاليه والسكيلابيلتي قليله، زي الكورسز والورك شوبس الاوفلاين، زي الورك شوب اللي بيعملها احمد شلبي اللي عايزين يبقوا بيرسونال ترينرز. عندك كمان السيرفيسز او الخدمات زي خدمه البراندنج والكونتنت ماركتنج اللي بنقدمها في كرو كرافت. رابع واهم انكم ستريم، وهو اللي بيتطلب منك ريسورسز عاليه والسكيلابيلتي بتاعته عاليه، زي الكورسات الاونلاين. هناك انت كنت بتقدم اوفلاين في ارض الواقع وبتبدل وقتك ومجهودك مقابل عدد معين من المتدربين. هنا انت بتسجل الكورس مره واحده بس وبتبيعه مرات لا نهائيه من غير اي مجهود اضافي. وعندك بردك الاي بوكس اللي هي الكتب الالكترونيه، زي كتاب وصفات الطبخ اللي بيقدمه غسان شاكر. وعندنا الفيزيكال برودكتس، براند ميفن تبع فادي بكري، استبرق تبع حازم الصديق، سامي حجاب بتاع الدكتوره ابتسام القاضي، ليفايا لوريس تبع احمد محمود، صوصات سيدجت تبع عمر في المطبخ، معجون اسنان نيدن تبع زياد الحضري. اخر حاجه الساس، وده بانك بتبني سوفت وير بيحل مشكله محدده وبتخليه بسبسكريبشن، زي ابلكيشن سي تبع روبرتو جوزيف، مش عارف ليه اسمه تحس ان هو مش مصري. ودي تعتبر اكتر حاجه قابله للتوسع بشكل مهول لو انت فعلا حليت مشكله عند فئه كبيره من الناس. انت بقى ما بين كل الانكم ستريمز دي كلها تختار انهي واحد؟ بص، هو مفيش حاجه معينه، كل واحد ليه الطريقه المناسبه ليه. فلو انت مثلا وقتك قليل وما عندكش متابعين كتير، ممكن تبدا بالكونسلتيشنز او الكوتشنج، وبناء بقى على خبرتك فيهم تخطط انك تنتقل للحاجه اللي قابليه التوسع بتاعتها عاليه، زي انك تبني براند او تبني ساس او ايا يكن يعني. فانت شوف الحاله بتاعتك واختار الحاجه المناسبه ليك، وبس كده. سلام.